ايه ده؟ احنا فين؟ انت حيوان. اصحى اصحى، شوف المصيبة اللي احنا فيها دي. ميت رخر. هم راحوا فيه العالم اللي كانوا هنا. صباحك حلو يا باشا، مع احلى طبق فول بالسمنه البلدي، يعني احلى اصطباح. صباحك زي الفل يا نورة والله. هو كله حلو كده على الصبح؟ امال يا استاذ، هو اليوم يحلى الا بالحلاوه؟ امال فين الاستاذ الفاضل سمير سنجر والاسره الكريمه؟ عم سمير صاحي بالنجمه، راح يشحن عياله ومراته عند اهلها في الشرقيه، ومش هيعوق، اصل عنده شغل مهم قوي الليله. هو بيشتغل ايه؟ في السيمه. سمير سنجر في السيمه؟ امال بيشتغل قبل سرقه قد الدنيا. بيقعد الجمهور في الصاله او كتاب الله. طب خلينا بقى في المهم، انا عايز اقول لك كلمتين قبل ما نرجع مصر. زمانهم قلقانين عليا هناك. الكلاب. كلاب ايه؟ ليه الغلط ده؟ ليه؟ لا مؤاخذة سعادة الباشا، أنا مش قصدي أي غلط. مش حضرتك يعني بتتكلم على الكلاب والقطط اللي سعادتك مربيهم في مصر؟ أستاذ عاصم هو اللي قال لي كده وكتاب الله. عاصم هو اللي قال لك بربي قطط وكلاب؟ أو كتاب الله. بس أنا بعتب على سعادتك، يعني ينفع كده تروح بهدومك مكرمشة يقولوا عليك إيه بقى لما يشوفوك؟ خصوصا الكلبة الكبيرة، لو شافتني كده هتعضني. طب اقلع. ها؟ اقلع. لا لا، واقعد بايه طيب؟ وافرضي الواد ده صحي ولاني قاعد ما تقلقش يا اخويا، اقلع. هودي الطقم عند المكواجي والبسك طقم من بتوع ابويا الله يرحمه، اخر شياك، ده كان راجل شيك قوي وكتاب الله. اقلع. ما تقلقيش يا ماما، ان شاء الله خير. ما اقلقش ازاي بس؟ انا مش عارفه اعمل ايه. انا هكلم سعاد السكرتيره بتاعتي، جوزها المقدم وجيه هو اللي يقدر يدور عليهم في كل الاقسام. صح. ايه ده؟ يوه، عايزه مني ايه دي كمان يوجعوا يا ربي، استغفر الله العظيم. روحي وحياه قلبي. تصدقي يا ميس عفاف حضرتك بنت حلال، من كتر ما كنتي وحشاني كنت هكلمك. اسمعيني دلوقتي يا سعاد، مستر فالنتينو سافر امبارح طنطا ومعاها عاصم ابن اخته، وعماله اطلبهم على الموبايلات بتاعتهم مقفوله من امبارح وما رجعوش لحد دلوقتي، ده عمره ما عملها. يا ريت تكلمي المقدم وجيه جوزك يدور عليهم في كل الاقسام، بس بسرعه ارجوك يا سعاد، وطمنيني اول ما يبلغك باي حاجه. حاضر يا ميس عفاف، حاضر حاضر، مع السلامه مع السلامه. ماشي. ازيك يا عفاف؟ اهلا يا سناء، عاصم كلمك ولا حاجه؟ ده انا جايه اسالك يا حبيبتي. الواد قال لي انه مسافر مع خاله طنطا، بكلمهم هما الاتنين من امبارح تليفوناتهم مقفوله. على العموم انا كلمت ضابط معرفه هيدور عليهم في كل الاقسام. سام يا مصيبتي، سام يا عفاف، يا سر بره وبعيد، ارحمنا يا رب، يا رب الصرا علينا يا رب، يا رب الصرا علينا والنبي يا رب. ايه اللي بتعمليه ده؟ انا ما اقدرش. ايه ده؟ ايه شغل البلدي ده؟ احنا هنولول. بلدي؟ بلد مين يا بنت الملكة فيكتوريا؟ ما سمعناش يا اختي قبل كده انك انت بنت باشا ولا من الأسرة المالكة، ما انت زينا بالظبط، بنت 9. جرى ايه يا سناء؟ انت جايه لي بيتي تردحي لي يا ماما ولا ايه؟ مامة مين يا سندريلا؟ مامة مين يا نونا؟ ايه البطاقة ولا جالك زهايمر؟ سناء عفاف، انا محترمه بس وجودك في بيتي. وانا بحترمك بس عشان انت مرات اخويا، انا غلطانه ان انا جيت. استني بس يا عمته. الله، انت فاكره؟ ده انت حتى ما سلمتيش عليا. معلش يا عمته، ما لحقتش. طبعا ما لحقتيش، ما امك خدتني على الحامي. اوعي كده بالرويين زي امكم، اوعي يا واد. كانش صح يا ماما اللي حصل ده. مش ناقص الا انت يا فصل كمان تقول لي اللي ما يصح وما يصحش. يا ماما عمته في بيتنا وقلقانه على ابنها، وانت اديتيها وش، ودي مش اول مره. انا فاكر زمان لما اوعى كده من وش، اوعى انت كمان. انا فاكر زمان لما كنا قاعدين وماما ساعتها عادي يعني. وايه الجديد؟ بيتنا.
خلص بقى بسرعه، ولما الشركسيه تخلص رن عليا، انا فوق بوضب الدور اللي فوق. انا بستغرب انت ازاي جات لك الجرأه تقبلي اوردرات تشتغلها النهارده ومدام عفاف في البيت؟ احنا عمرنا ما اشتغلنا يوم الجمعه. الله، عزومه سقع وفيها قرش حلو، اقول له لا؟ وبعدين الحمد لله هي النهارده مش مركزه معانا خالص، هي مركزه مع جوزها تايه مش لاقياه بتدور عليه، عقبال ما تلاقيه نكون خلصنا الاوردر. سميرة سمير، ايه ده؟ انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ بتتودودوا في ايه؟ ايه دي يا سيد؟ شركسية؟ لا ليه ايه؟ ولا لا انت؟ اصل بقى شركسيه. شفتي بقى احنا بنحبك ازاي وعارفين انت بتحبي ايه، فقلنا نعملها لك مفاجاه. اصل النهارده يا عيني انت متضايقه وتعبانه وفيكي اللي مكفيكي. انا فعلا كان نفسي في الشركسية من زمان، بس كانت رايحة عن بالي. بس بعد كده يا سيد انت او مراتك تعملوا اي حاجة من دماغكم مش هرحمكم، مفهوم؟ حاضر. سك على الاوردر يا سيد. مش هسيبها، واول ما البنت تتخرج من المدرسه انا هخليها تسليتي الست دي، هي اصلا ما تعرفنيش. مامتك مالها؟ مامي هتتجنن ان مس عفاف نظرت مدرستنا. عارفها، جاتني في البنك هي وجوزها. بالمناسبة حكيت لي على اللي بيعملوه الطلبة في معمل الكيمياء. هي قالت لك ايه بابي؟ انت عارفة كويس هي قالت لي ايه، واتمنى انه ما يكونش حقيقي. ده مش انا يا بابي، دي بيري صاحبتي، وبصراحه كده يعني اخدتني معاها في الرجلين. طب يا اختي مدام بيري دي جايبه لك مشاكل، ما بلاش منها دندونه يا حبيبتي. هروح دلوقتي وهبقى اكلمك بعدين. مضايقاك قوي يا عفاف عصمت دي يا حبيبتي يا ديدي. احرجتني قوي يا شاكر يوم البيرنتس ميتنج. لعلمك جوز عفاف عصمت ده صباعه تحت ضرسي، وقت الجد قولي لي. تعالوا هتلاقوهم جوه. يعني ايه معكيش فلوس؟ اعمل ايه دلوقتي؟ مش فاهم. تدور على شغل. هو انا كنت لقيت شغل وما اشتغلتش؟ دوروا لي انتوا على شغل شوفوا هشتغل ولا لا. ربنا يهديك يا مظهر. سيبني بقى في حالي، ده احنا يا دوبك الفلوس اللي معانا تكفينا لاخر الشهر. خلاص كلميني شريف خليه يديني اي حاجه ماشي بيها نفسي. انت بتهزر؟ ومش لسه دافع لك 20,000 جنيه علشان تحل مشكلتك؟ سيب شريف في حاله، كفايه اللي عملته معاه. وانا اعمل له ايه تاني؟ ما انا مليون مره بحاول اصالحه ومفيش فايده. انا قلت لك 100 مره تتحكم في غضبك، اديك شفت تسرعك وصلت العلاقه بينك وبين اخوك لايه. خلاص بقى ما تقعديش تقطميني، ما انا كنت مضغوط وكنت بطلق. ما هو ساعتها وانت بتتجوز قاعد يقول لك جواز ايه وزفت ايه وانت قاعد من غير شغل، واديك طلقت، والقضايا اللي عليك هو برضو اللي حلها لك. انا عارف ان شريف بيحبني، المشكله في الست اللي هو متجوزها دي بتسخنوا عليا انا وانتي. اسمع اللي هقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد، لان هي دي الطريقه الوحيده اللي تخلي شريف يصفى من ناحيتك.